السلام عليكم أيها المتابعون الأعزاء. أطفئوا الأنوار، أغلقوا الأبواب، ولا تشغلوا كاميرا الويب. اليوم أروي لكم حكاية لم تروى من قبل، وقعت في أعماق الدارك ويب مع شاب مغربي يدعى عبد الرحيم من حي سباتة في الدار البيضاء. حكاية ستجمد الدم في عروقكم. استعدوا ولا تلوموني إن لم تناموا الليلة. كان عبد الرحيم طالباً في جامعة الحسن الثاني يعشق القرصنة. في ليلة شتاء مظلمة كالقبر، الساعة 3 فجراً، جلس في غرفته الصغيرة، النوافذ مغلقة، الهواء ثقيل، رائحة الرطوبة والخوف تملأ المكان. كان يتصفح الدارك ويب عبر تور يغوص في أعماق الإنترنت الميت، وفجأة عثر على منتدى مخفي يدعى blackecho.ma. المنشورات مكتوبة بخط يبدو كأنه مكتوب بدم متجمد، وفي أحدها: إن أردت أن ترى الوجه الحقيقي للإنترنت فانقر هنا، من دون تحذير. نقر عبد الرحيم. انفتحت صفحة سوداء كالليل بلا نجوم، في وسطها صورة باب خشبي قديم من زليج فاسي متشقق ينزف سائلا أسود كالقطران. تحته 404 not found بلون أحمر ينبض كقلب ميت. ثم بدأت الصفحة تتحرك. الصورة كبرت، الباب انفتح ببطء مع صوت صرير معدني ممزوج بأنين امرأة تبكي من بعيد، ومن خلفه انبعث همس بصوت طفل وامرأة وعجوز معا: عبد الرحيم، عبد الرحيم، أنت لست وحدك في الغرفة الآن. حاول إغلاق النافذة. الفأرة تجمدت. الكيبورد بدأ يكتب لوحده: لا تهرب، الباب يعرف اسمك. ثم انفتحت كاميرا الويب من تلقاء نفسها. ظهر وجهه على الشاشة، لكن عيناه فارغتان، فمه مفتوح على وسعه كأنما يصرخ بلا صوت. وخلفه في الغرفة الحقيقية ظهر ظل طويل لا ينتمي له. الظل كان يقترب. فجأة انقطعت الكهرباء. الغرفة غرقت في ظلام دامس. سمع صوت قطرات دم تسقط على البلاط. طق طق طق. ثم خطوات. خطوات حافية بطيئة تقترب من سريره. الباب الخشبي للغرفة صر ببطء، ودخل شيء ما. شيء لا يلقي ظلاً. شيء يشم رائحة الخوف. في الصباح وجده الجيران ملقا على الأرض، عيناه مفتوحتان لكن بؤبؤيه قد اختفيا. فمه مفتوح كأنما يصرخ صرخة صامتة. الحاسوب مطفأ، لكن الشاشة ما زالت مضيئة. تظهر صفحة واحدة: شكرا عبد الرحيم، أنت الزائر رقم 404. الباب مفتوح الآن، وأنا أراك. ومن يومها اختفى عبد الرحيم، لكن حاسوبه لا يزال يعمل. كل ليلة في الساعة 3:03 فجرا تشغل الكاميرا الويب لوحدها، وتظهر غرفة فارغة إلا من ظل طويل يجلس مكان عبد الرحيم. وإن اقتربت من الشاشة سترى وجهك أنت، لكنه ليس وجهك.